انا جاي النهارده وجايب لك ساعتين في الجميل منه وفي اللذيذ منه وفي الرخيص منه. اول ساعه اكلمك عنها هتبقى رخيصه جدا لو انت عايز تجيبها هديه مثلا لحد من الاولاد نجح في الاعداديه او نجح في الابتدائيه حتى، وتنفع كمان لشباب في الثانويه العامه، بل بالعكس ده انت ممكن تستخدمها لنفسك لو انت محتاج ساعه سمارت تكون رخيصه جدا وفي نفس الوقت تظهر لك الرسائل وتقدر تعمل منها المكالمات. وتاني ساعة أكلمك عنها هتكون أعلى منها شوية، لا دي أعلى منها بشويتين ثلاثة، أنا واحد من الناس كنت معجب بيها جدا. فتعال أكلمك على الساعتين دول ألا وهما الدي تي 8 الترا بلس والدي تي واتش اكس. فيلا ندخل في الفيديو عشان ما اطولش عليك. تعالى اول ساعه نتكلم عنها النهارده وهي الدي تي 8 الترا بلس. الساعه دي شكليا كده من بعيد اللي هيشوفها في ايدك هيفكرها ساعه ابل واتش الترا زي اللي في ايدي كده، نفس الشكل بالظبط ونفس الديزاين، وامكانياتها ممكن تكون ضعيفه شويه بس على سعرها انا بقول لك الساعه دي هتلاقيها ببلاش الا ربع، شكلا زي ما انت شايفها كده بالظبط، وهوريك كل التفاصيل بتاعتها دلوقتي وفي الاخر مش هتصدق سعرها. وبعد كده هنتكلم على الساعه الثانيه اللي انا قلت لك عليها. دي اول ساعه انا قلت لك ان احنا هنتكلم عليها الا وهي الدي تي 8 الالترا. زي ما حضراتكم شايفين دي تبع وير برو، ده الابلكيشن بتاعها. المفروض ان في ظهر العلبه هتلاقي السكان كود ده ان انت بتصوره عشان خاطر تنزل الابلكيشن بتاع الساعه. ودي الساعه اللي احنا كنا بنتكلم عليها. لو هتتكلم عن شكل الساعه بالظبط زي ما انا قلت لك شكلها زي الالترا بالظبط، يعني لو انت هتتكلم على شكل انت شايف ساعه الترا. اما بالنسبه للاضاءه بتاعتها الشاشه بتاعتها تي اف تي، طبعا شاشه مش احسن حاجه طبعا في عالم الاضاءات اللي في الشاشات الكوبي، بس الساعه يعني فيها كل الامكانيات اللي ممكن تسهل مثلا على طفل ان هو يتعامل معاها. فيها الهاتف طبعا لو انت محتاج ان انت ان هو يتصل او يستقبل، فيها الرسائل، جهات الاتصال، سجل المكالمات، فيها كل البيانات بتاعتك، فيها رياضيات كتيره وفيها معدل ضربات القلب. طبعا ما بيبقاش بالظبط مش احسن حاجه زي ما انت متخيل، بس فيها امكانيات حلوه جدا. فيها ان اف سي، انا مش عارف ازاي فيها ان اف سي بس انا ما جربتوش اصلا. وهتلاقي فيها جي بي اس، وهتلاقي فيها ضبط الوقت والمنبه وكشاف، يعني لما تيجي تشغل الكشاف ينور معاك الاضاءه العاليه اللي انت شايفها دي. وعندك مكالمات للطوارئ، وعندك الطريق البحث عن الهاتف، لو دوست عليها تليفونك يبتدي ان هو يرن تعرف طريق التليفون بتاعك. ده الخروج. هتلاقي هنا لو سحبت من الشمال هتلاقي ان انت هنا ممكن تغير الوجهه بتاعه الساعه بتاعتك للحاجات اللي انت عايزها، اي صوره انت بتحبها. انا شايف ان دي اكتر صوره بتبقى واقعيه بينها وبين الالترا. عندك الزرار الاورنج هنا دوت اختصارات للتطبيقات الرياضيه، سواء مشي او الجري او ركوب عجل او نط حبل او تنس او حتى بتجري على التريد ميل، يوجا. فيها شويه انظمه حلوه جدا وهتعجبك جدا. واللي انت مش مصدقه بقى ان الساعه دي بالامكانيات دي يا صديقي سعر الساعه دي 650 جنيه فقط. 650 جنيه، تخيل الساعه دي بالامكانيات دي، العلبه بتاعتها جواها الشاحن بتاعها. تخيل ان كل اللي انا قلته لك ده يا صديقي ب 650 جنيه. عشان كده بقول لك الساعه دي ينفع ان انت تجيبها لاي حد. انت متخيل يا صديقي ان الساعه اللي انا وريتها لك دي زي ما انا قلت لك سعرها كده بالظبط 650 جنيه؟ والله العظيم 650. هتجيب الساعه دي ازاي؟ بعد ما تشوف الساعه الثانيه اللي انا هكلمك عليها هقول لك تجيب الاثنين ازاي. ويلا نخش على الساعة التانية ألا وهي الدي تي واتش اكس. الساعة دي قبل ما اوريها لك وقبل ما افرجك عليها خليني الأول أقول لك، لو أنت شفت الساعة الأبل الجديدة السيريس 10 فأنا عايز أقول لك إن أنا هوريك ساعة من على بعد سنتيمترات قسما بالله العلي العظيم انت اكنك شايف الساعه الابل ووتش السيريس 10 اللي هي ام 21000 جنيه و20000 جنيه او حتى 22000 جنيه، كوبي بيست من ضمن الشكل. وامكانياتها جميله جدا، واكتر ساعه في الساعات الكوبي اللي موجوده في السوق اليومين دول واقعيه جدا ان هي قريبه جدا من الابل. فتعال افرجك عليها. اهلا بيك في الساعه العملاقه اللي انا لسه مكلمك عليها، الدي تي الواتش اكس. الساعه دي زي ما انا قلت لك انت هتشوفها للوهله الاولى من على بعد سنتيمترات، مش من بعيد ولا حاجه. هتحس ان الساعه دي اكنك ماسك سيريس 10 بالظبط بنفس الحذافير زي ما انت شفت كده بالظبط. دي الساعه اللي انا بقول لك عليها، بيجي معاها 2 استراب جوه في العلبه. الساعه حتى الان انت هتشوفها، انا واثق ان انت شايف
سيريس 10 بالظبط، بنفس الاوبشن، بنفس كل حاجه، بنفس السرعه. شاشه سوبر اموليد زي ما انت شايف، السرعه مهوله، حتى الكالكوليتور كل حاجه انت اكنك ماسك ساعه سيريس 10 بنفس الحجم الرفيع جدا. الوزن بتاعها انت شبه مش لابس ساعه. ده البروشور بتاعها اللي بيجي، وده الشاحن بتاعها ماجنتيك، وفي الاربع بنات دول، دي بتساعد على سرعه الشحن. الساعه دي بتشحن بسرعه جدا وبطاريتها قويه جدا. وده الاستراب، نفس الاستراب الاوريجينال اللي المفروض بينزل في السيريس 10. لو انت جايبها اوريجينال فاهم هتعرف الاستراب ده، وده الاستراب الاضافي اللي بيجي معاه. تعال نتكلم بقى عن اوبشن الساعه دي شويه. ده عندك الاتصال، نفس الاتصال بالظبط اللي عندك في ابل. اللغه العربيه حتى بتاعت الكتابه في الساعه دي تحس ان هي واقعيه جدا. يعني انت بتتكلم في ساعه جميله جدا. عندك الاوبشن بتاع الكاميرا، عندك الفلاش، الاضاءه بتاعتها بدرجاتها، عندك الاعدادات هنا، المفروض الايميل بتاعك، عرض الشاشه، اعدادات اللغه، الرسوم المتحركه، نظام العرض، قفل الشاشه. لو انت معاك سيريس 10 هتحس جدا ان هي قريبه جدا منها. عندك فيها NFC، عندك المسجل. اللي معاه الساعه الاوريجينال يا جماعه يفهم اللي انا بقوله بالظبط. ضربات القلب، انا جربت السنسور بتاع ضربات القلب بتاع الساعه دي، كان واقعي جدا وكان قريب جدا جدا من السنسور الاوريجينال اللي معايا في الابل. قريب جدا جدا، مش كلام وخلاص يا جماعه. نسبه الاكسجين في الدم فيها كل الامكانيات اللي انت ممكن تتخيلها. لما نيجي هنا ندوس هنا، نفس بالظبط الخلفيات اللي موجوده في السيريس 10 الاوريجينال، واقعيه جدا وقريبه جدا. اللي معاه سيريس 10 يا جماعه هيفهم اللي انا بقوله. بص الجمال. انا بالنسبه لي في سوق الساعات الكوبي اللي موجوده في السوق، الساعات دي تقريبا ببلاش. فانت قدامك دلوقتي حاجه من الاثنين. لو انت عندك ابن نجح في الثانويه، نجح في الاعداديه، وعايز تجيب له ساعه سمارت رخيصه ومش غاليه وتقضي له احتياجاته، سواء الرد على المكالمات او حتى يقرا الرسائل من خلالها، فانا ارجح لك ال8 الترا دي الاكس. دي عامله 650 جنيه، عليها ضمان 3 شهور. ساعه جميله جدا، حتى لو ليك انت، لو انت استخداماتك بسيطه على الساعات، ارشح لك دي. اما لو انت بقى من الناس اللي غاويه بقى فخفخينه بقى والدلع، وتبقى لابس حاجه محدش عارف انت لابس اوريجينال ولا كوبي، وعايز حاجه كده مطرقعه، فانا ارجح لك الدي تي واتش اكس، اللي هي تقريبا بنسبه 80-85% في استخداماتها كده وشكلها من بعيد او حتى من قريب انت اكنك ماسك ساعه سيريس 10. سعر الساعه دي 1250. يبقى انت معاك الالترا ب 650 جنيه، الشاشه التي اف تي العاديه، ومعاك اللي هي نفس شكل الاس 10 بنفس الشاشه السوبر اموليد ب 1250. وركز ان انا قلت لك كامكانيات قريبه جدا من الاوريجينال وكنفس الشكل. 1250 دي عليها ضمان 3 شهور من الشركه، ودي عليها ضمان 3 شهور من الشركه. زي ما ظهر قدامك دلوقتي، المفروض ان ظهر قدامك اسم الشركه، وظهر قدامك الرقم التليفون اللي انت تقدر تتواصل معاهم من خلال واتساب. تواصل معاهم وعرفهم ان انت من طرف احمد تربو عشان تاخد خصم ان شاء الله يعجبك باذن الله. وده كان اول فيديو معانا من سلسله الاكسسوارات اللي احنا قررنا ان احنا نتكلم عليها. اي حاجه هتيجي قدامي هحس ان هي هتفيدكم وهتكون فعلا قيمه مقابل سعر، لازم نعمل عنها فيديو ونتكلم مع بعض. فده معناه ايه بقى يا صديقي؟ معناه ان انت لازم تتابعني عشان يجي لك كل جديد ان شاء الله. تابعني يا صديقي لو انت اول مره تشوفني. احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين موبايلات الايفون وموبايلات الفلاج شيب حول العالم. بنحاول وبنسعى جدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقدر تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر بي سي او لابتوب او ما شابه ذلك، او اكسسوارات زي ما احنا قلنا دلوقتي. تابعني على الفيسبوك بيج احمد_تربو، بنجيب عليها عروض هتعجبك زي ما حضرتك شفت كده، مثلا زي الساعات. اي استفسار بخدمه المبيعات واسعار السوق وحركه السوق اليومين دول هتلاقيها على موبايل تربو، وتابع الصفحه دي برضو هتفيدك ان شاء الله. حابب تشوف فيديوهاتي منسقه تحت بعضيها بعناوينها، هتلاقيها على اليوتيوب تشانل احمد تربو. اتمنى ان انت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد ان شاء الله. مستني رسائلك على الانستجرام، اعذرني لو بطول في الرد عليك، ضغط رسائل مش اكتر والله. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.